السلام عليكم. خير بداية هي الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. في واحدة من أكبر الولايات الأمريكية وأكتر المناطق في العالم عزلة، ولاية ألاسكا، وفي أقصى جنوب الولاية قرية اسمها بورتلوك. القرية اتسمت بالاسم ده تيمنا بالقبطان اللي نزل برحاله في المنطقة سنة 1786، وهو ناثانيال بورتلوك. القرية مساحتها والتضاريس اللي حواليها ومجاري الأنهار اللي بتصب في الخليج، واللي القرية موجودة على السواحل بتاعته، كل ده خلاها مكان مناسب جدا للسكن. وكمان الأنهار المحيطة بالقرية فيها وفرة كبيرة من سمك السلمون، وده طبعا خلى ناس كتير تروح تعيش في القرية، وفتحوا مصنع لتعليب الأطعمة، وفي المقدمة أسماك السلمون. ولحد هنا كل حاجة كانت ماشية تمام في القرية، والسكان عايشين وشغالين والدنيا ماشية. لكن فجأة ومع بداية أربعينيات القرن الماضي بدأ الأهالي يهاجروا من القرية، أو خلينا نقول يهربوا من القرية، بعد أحداث مرعبة وقتل وجثث متقطعة وعايمة على وش المية، وعمال بتختفي فجأة وبقى ملهمش أي أثر. طب هو إيه اللي حصل وأدى لكل ده، لدرجة إن الأهالي يسيبوا بيوتهم وأشغالهم علشان ينفدوا بجلدهم من الجحيم والهلاك اللي مستنيهم؟ أهلا بيكم في قناة نبتدي الحكاية مع علي فتحي، ويلا بينا نصلي على النبي ونبتدي الحكاية. سنة 1973 تم نشر مقال في جريدة ديلي نيوز، وسنة 2021 فيلم وثائقي تم بثه على قناة ديسكفري بلس، وغيرهم كتير من وسائل التواصل الاجتماعي اللي اتكلموا عن الأحداث اللي حصلت في قرية بورتولوك. الأحداث بدأت سنة 1905. في الوقت ده كان في مصنع لتعليب الأطعمة موجود في القرية، وكان بيجيله عمال من أماكن تانية يشتغلوا فيه بنظام موسمي. لكن فجأة العمال دول بدأوا يشتكوا هم وسكان القرية من وجود حيوان ضخم بيهاجمهم وبيزعجهم طول الليل. وبالرغم من كده العمال رجعوا الموسم اللي بعده واللي بعده، وفي منهم اللي استقر في القرية بشكل دائم. بس الحيوان الضخم أو الكائن الضخم اللي كان قالق راحتهم رجع تاني معاهم. مش بس كده، في الفترة دي بدأت تظهر حوادث اختفاء لعدد من سكان القرية ومن صيادين الحيوانات البرية اللي كانوا بيخرجوا للجبال علشان يقوموا بأعمالهم، لكن كتير منهم كان بيخرج وما بيرجعش تاني. وفضلت الحوادث دي مستمرة في القرية من غير أي اهتمام لحد سنة 1931 كل حاجة بدأت تتغير. في السنة دي السكان في القرية لقوا جثة لحطاب من أهل القرية وهو مقتول في الغابة، لكن طريقة القتل الكل أجمع إنها مستحيل تكون من فعل بشر. ومن اللحظة دي بدأ الرعب يسيطر على كل سكان القرية من الخطر اللي بيواجهوه في الغابات المحيطة بيهم. وبعد فترة بسيطة مجموعة من صيادين الحيوانات بيلاقوا آثار لقدم حيوان، والمنطقة اللي حواليه كلها متدمرة، أغصان الشجر متقطعة وجذوع أشجار مخلوعة من مكانها، ودم منتشر حوالين المنطقة كلها. والمرعب أكتر إن آثار الأقدام دي وصلت لحوالي 46 سنتي للقدم الواحدة، وفي مناطق تانية محيطة بالقرية لقوا نفس آثار الأقدام. وهنا السكان اتأكدوا إنهم قدام وحش أو كائن من نوع تاني. والأكتر من كل ده إن واحد من سكان القرية قال إنه شاف راجل ضخم جسمه كله شعر وهو بيحطم آلة لتعليب السلمون، ووصفه بإنه حرفيا أشبه بالشيطان. وبمجرد ما دخل يجيب سلاحه علشان يحاول يقتله كان الوحش وعلى حسب وصفه اختفى. وفي نفس الفترة واحد من سكان القرية لقوه مضروب بجذع شجرة ضخم، وقبل ما يموت أكد لهم إنه اتفاجئ بظل ضخم جاي من وراه وضربه بجذع الشجرة. وفعلا الأهالي بيلاقوا جذع الشجرة اللي اتضرب بيه قريب منه وعليه آثار دم. وعلشان يحاولوا يرفعوا الجذع ده الموضوع احتاج ل10 رجالة، فمستحيل شخص عادي يقدر يشيله لوحده. واستمرت الأحداث المرعبة في القرية، وبقوا السكان على طول يلاقوا جثث، وفي أوقات تانية بقايا جثث بتظهر في النهر، وتأكدوا إن الوحش ده موجود في الجبال والتلال المحيطة بالقرية. ومع استمرار عمليات الاختفاء والقتل اتعززت الفكرة عند سكان القرية إن الوحش اللي بيهاجمهم مش حيوان بري، لأن معظم السكان عارفين طبيعة الحيوانات البرية ومتعودين عليهم. وتأكدوا إن اللي بيهاجمهم هو كائن أسطوري معروف باسم صاحب القدم الكبيرة أو ذا بيج فوت، وهو سبب الخوف والرعب اللي سيطر على سكان القرية طول السنين اللي فاتت. ومن الوقت ده بدأت عمليات الهجرة الجماعية من قرية بورتلوك. وعلى لسان السكان المحليين للقرية ظهرت قصة تانية. القصة بتقول إن في شبح لواحدة ست لابسة أسود ووشها مخيف وشاحب بتظهر في منطقة الجبال والتلال اللي حوالين القرية، وفجأة بتصرخ صرخة جامدة بصوت حاد
وبعدها بتختفي، وتاني يوم بيلاقوا جثث في القرية. لكن فضل الخوف والرعب الأكبر من الوحش صاحب القدم الكبيرة، أو زي ما سموه أهل القرية بمخلوق النانتيناك. بدأت عمليات الهجرة سنة 1942، وبدأوا الأهالي يسيبوا القرية خوفا على حياتهم وعلى حياة أطفالهم من الوحش ده. لكن استمر عمال التعليب في المصنع لفترة، وبعد كده هاجروا هم كمان. وآخر شخص هاجر من المدينة كان ساعي البريد، وكتب يافطة إن المكتب أغلق نهائيا هو والقرية بالكامل. والكلام ده كان سنة 1951. وطبعا ظهرت نظريات كتير تحاول تفسر اللي حصل في قرية بورتلوك، منها اللي قال إن الدببة أو الذئاب الموجودين في الغابة هم اللي ارتكبوا الجرائم دي. لكن الرأي التاني قال إن طريقة القتل وترك الجثث في الغابة أو في النهر من غير ما تتاكل مش من طبيعة الحيوانات دي. وظهر تفسير تاني بيقول إن في احتمالية يكون مجموعة من قطاع الطرق هم اللي هجموا على العمال والسكان في القرية. لكن برضو التفسير ده عكس تماما اللي لقوه في الغابة من دمار وخلع للأشجار وغيره وغيره، واللي مش ممكن يكون من فعل بشر. ونظريات تانية كتير حاولت تفسر اللي حصل في قرية بورتلوك، بس الأكيد واللي لازم نكون عارفينه إن برضه مفيش دليل حاسم على حقيقة وجود الوحش صاحب القدم الكبيرة أو النانتيناك. اللي حصل في قرية بورتلوك زيه زي أي عمليات إبادة بتحصل لشعوب بأكملها، ولازم طبعا يكون في كبش فدا، سواء كان شخص أو جماعة أو مخلوق أسطوري زي ما بيتقال، وفي الغالب ملوش وجود أصلا. بس المهم إنه ما يقدرش يدافع عن نفسه ويشيل المسؤولية عنه. وبقت بورتلوك مكان لمحبي الإثارة والتشويق والمغامرات، وخصوصا إن كل المباني في القرية موجودة زي ما هي، علشان يفضل اللي حصل في قرية بورتلوك سر ورحل مع سكان القرية. وفي النهاية، لو عجبتكم الحكاية ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان توصل لكم كل حكاياتنا أول بأول. وأشوفكم على خير في حكاية جديدة، في حفظ الله ورعايته.